متأثرا بوفاة ابنه رضا العام الماضي، تمنى الفنان المصري إسماعيل الليثي 36 عاما أن يلاقيه. فقد شهدت لحظات وداع شيماء سعيد زوجة إسماعيل الليثي مشهد مؤثرا، حيث دخلت في حالة إغماء بعد أن غلبتها الدموع والتأثر الشديد أثناء توديعه وسط حضور عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. وسارع الحاضرون إلى تقديم الإسعافات الأولية قبل أن تستعيد وعيها بعد دقائق، فيما حاول المقربون تهدئتها ومواساتها في هذا الموقف الصعب. وشهدت منطقة إمبابة جنازة مهيبة للفنان إسماعيل الليثي، حيث خرجت مسيرة جنائزية كبيرة من مسجد ناصر شارك فيها عدد كبير من الأهالي والأقارب والأصدقاء لتوديعه إلى مثواه الأخير. ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد تعرضه لحادث أثناء عودته من عمله منذ عدة أيام، ودخل على إثر ذلك المستشفى، وظل يصارع الموت حتى وافته المنية، ليلحق بنجله ضاضة الليثي الذي توفي في سبتمبر الماضي. وكان المطرب الراحل إسماعيل الليثي قد صرح أثناء لقاء إعلامي بعد رحيل ابنه ضاضة قائلا: أنا بالنسبة لي الدنيا خلصت، أنا عايز لما أموت أشوف ابني اللي راح.